فجاء واحد من المستشرقين وقال: لا تتهم الإسلام هذه التهمة، إن الإسلام لا يحارب إلا دفاعا عن النفس. فجاء كثير من المسلمين وأخذوا كلمة ذلك المستشرق وطاروا بها عجبا، وقالوا: مستشرق يرد على المستشرقين، الإسلام لم ينشر بالسيف، والحرب في الإسلام إنما جاء للدفاع فقط عن النفس. هم يريدون أن تروج هذه عند المسلمين، ومن حظهم أن تروج، لأنهم يخافون أن يسيطر الإسلام كما أراد الله، فهم يريدون أن يحجزوا الإسلام في دائرة الجهاد دفاعا عن النفس. والإسلام لم يجئ لذلك فقط، وإنما جاء الإسلام ليدك كل طغيان يقف أمام حرية الإنسان في اختيار الدين الحق. إذن فليست مهمة الإسلام مهمة دفاعية فقط، ولكنها هجومية أيضا. ولكن هجومية بأي شكل؟ أهجومية لتفرض دينا؟ لا، هجومية لتدك طغيانا يحول دون اختيار الناس لأديان الله الحقة. إذن فالذين يريدون أن يحجروا جهاد الإسلام في الدفاع عن النفس يريدون أن يطمئنوا على أن الإسلام لن ينفلت كمراد الله في الأرض لينشر دعوة الحق. حين يظفرون منا بذلك فقد أمنوا وقد ضمنوا، لأنهم عرفوا وجربوا وقرأوا في التاريخ أن الإسلام حينما انطلق انطلاقته لم يقف أمام مده شيء، وذهب شرقا وذهب غربا في نصف قرن، وحارب أكبر قوتين في العالم، قوة في الشرق هي فارس، وقوة في الغرب هي الرومان، وفي وقت واحد، لم ينتظر هذه بعد هذه، وأخذها في نصف قرن وانتهى. لأن الإسلام كانت عوامل الامتداد فيه عاملة. العامل الأول أنه مندفع بقوة اليقين من المؤمن يريد أن ينشر دعوة الخير في الناس، ومجذوب من الرعايا في كل البلاد المظلومة المضطهدة، فكان مجذوبا ومندفعا. وحين يكون مجذوبا ومندفعا اجتمعت له قوتان. الذين يحسبون حساب الزحف لم يقدروا إلا أنه مندفع، لا، قدروا أنه منجذب أيضا. ولذلك إذا قرأت فتح مصر تجد أن القبط الذين كانوا يسكنون مصر هم الذين عاونوا الإسلام في أن يدخل حتى يخلصهم من ظلم الرومان. فالإسلام بقوته مندفع بإسلاميته، والذين هنا كانوا يجذبونه ليتخلصوا بعدله من ظلم الرومان. إذن فللإسلام قوتان: القوة الأولى قوة الاندفاع، الثانية قوة الجذب. لكن قوة الاندفاع كيف تتأتى وقوة الجذب كيف توجد؟ هذه هي المشكلة. قوة الاندفاع لا يمكن إلا إذا كان كل فرد من أفراد المسلمين جنديا يحرص على أن يشيع خير الإسلام في الناس جميعا، يحب للناس ما أحبه لنفسه. ولكن كيف يكون انجذاب الإسلام من هذه الدول؟ فرضنا أننا قدرنا على أن تكون عندنا قوة دفع، لكن أريد قوة الجذب. قوة الجذب ستخلصني من أمرين: من قوة المعارضة والمعاندة والدفع لترد الدفع، وتجذبني أيضا. ولكن كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأن نعرف كيف بدأ الإسلام، فلا صلاح لآخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الانجذاب إنما كان لأن الإسلام كمنهج للحياة كلها، وكسلوك للفرد، وكنظام للجماعة أدهش الدنيا، ورأوا في الأفراد المسلمين نماذج إنسانية رفيعة عالية، فرأوا في المسلمين هذه النماذج فأحبوا الإسلام في نماذجه من المسلمين. فلما أحبوا الإسلام في نماذجه من المسلمين قالوا: نريد ذلك الإسلام الذي صنع هذه النماذج. ولكن إذا نظرنا نحن اليوم بأي شيء يلتفتون إلى إسلامنا؟ يلتفتون إلى إسلامنا في مسلمين هم نماذج للإسلام؟ لا،
كان التاجر الواحد يذهب إلى البلد الشاسع الوسيع، فبسلوكه الإسلامي وبقيمه في كل تصرفاته يلفت النظر المحيط له إلى كمال ذلك الدين، فيقولون له: ما الذي صيرك هكذا؟ فيقول: لأن الإسلام صنعني هكذا. فيقولون: ما الإسلام؟ فيقول: الإسلام كيت وكيت وكيت، فيتعلمون منه الإسلام. وإذا نظرت إلى العجيب وجدت الكثافة الإسلامية في الآن لم يدخلها سيف إسلامي، وإنما دخلها أفراد مسلمون كانوا نماذج إسلامية. أنا أنظر إلى الآن فأجد كذا دولة إسلامية وكذا دولة إسلامية في بلاد أوروبا وفي البلاد الشرقية لها سفارات، فلو أن كل السفارات الإسلامية في أي عاصمة من هذه العواصم كانت نماذج إسلامية حقة لالتفت هؤلاء إلى مبادئ الإسلام، ولكنهم للأسف يرون أنهم أخذوا سفراء هذه الدول وأخذوا الموظفين من هذه الدول إلى عاداتهم وإلى تقاليدهم، ولم تأخذ السفارة واحدا تجذبها إلى دينه بسلوكها. إذن فكان المسلمون بهذا الشكل هم الفتنة على الإسلام، ولو أنهم كانوا مسلمين حقا للفتوا الدنيا كلها إلى محاسن الإسلام. هب أن إنسانا ذهب إلى بلد من البلاد وفيه من ألوان الفساد ما فيه، ثم تأبى المسلم بخلقه، ثم تأبى المسلم بإيمانه، ثم ترفع المسلم بيقينه عن سفاسف هذه الحضارة وتفاهاتها، أظن أن ذلك سيلفت الجميع. لماذا هذا كذا لم تغريه هذه المغريات؟ لأن له دين، هذا الدين يحميه وهذا الدين يمنعه من أن ينزل. إذا ما أجمل ذلك الدين الذي يجعل من الإنسان صخرة لا ترين أمام المغريات، فسيلتفت هو إلى الدين. إذا فقوة الجذب قديما إنما كانت لشيوع السلوك الإسلامي في أفراد المسلمين، ولكنهم ينظرون إلى المسلمين الآن فيجدون من يذهب إليهم قد انحل عن إسلامه وأصبح مثلهم، وربما لمركب النقص صار أشنع منهم حتى لا يقال إنه متأخر. فإذا يقولون: لو أن دينه خير، لو أن إسلامه خير ما صنع ذلك. إذا فنحن جناية على الإسلام، لأننا لم نكن مسلمين صادقين، لأننا لم نكن مسلمين نموذجيين. ولو كنا مسلمين نموذجيين لالتفت الناس إلى ديننا ولالتفت الناس إلى سلوكنا، ولعلموا أننا حين سدنا الدنيا إنما سدناها بحق. ولا يظن ظن أن الإسلام نزل اليوم، الإسلام نزل من 14 قرن. حين نزل الإسلام من 14 قرن طبق واقعا في الحياة، ليس مبدأ نظريا فحسب بحيث إذا تعرض للتطبيق خاس ولم ينفع، ولكنه طبق. وظلت الدولة الإسلامية هي الدولة الأولى في العالم قرابة 1000 سنة، قرابة 1000 سنة هي الدولة الأولى في العالم. ذلك هو ما يخيف خصوم الإسلام، ولذلك يحاول خصوم الإسلام جاهدين أن يجعلوا مبادئ الإسلام باهتة في نفوس المسلمين أنفسهم، فيوردون لهم كل شر، وإذا ما وردوا لنا كل شر أقبلنا عليها على أنه المظهر الحضاري، فإذا ما أخذنا عنهم ذلك سروا بهذا، لأن ذلك يفت في أعضادنا كمسلمين، وذلك يفرحهم هم، لأننا لو كنا مسلمين بحق لأخفناهم ولا أرعبناهم ولا ما استقر لهم قرار، وقد جربونا. إذن فكل الوافدات التي تفد إلينا من شرور هذه الحضارات وافدات مخطط لها ومرسوم لها حتى لا يكون المسلمون كما يريدهم الإسلام، ويريدون منا أن يكون الله على ديننا وأن لا نكون نحن على دين الله. كلما جدت ظاهرة حضارية يقول العصر يتطلب ذلك، التطور يقتضي هذا، هذا مما عمت به البلوى، فكأنهم يريدون الإنسان مشرعا، وكأنهم يريدون الله تابعا في دينه إلى ما نقرره نحن. فحين يحب المسلم أن يعودوا لإسلامهم وأن يعيدوا لإسلامهم مجده وسيطرته ونفوذه وامتداده، فعليهم أن يلفتوا غير المسلمين إلى سلوك الإسلام.
لأن السلوك هو الكتاب المقروء الذي لا تقف فيه لغة أمام لغة، ولكن الدين ككتاب ونظريات ومبادئ. الذي لا يقرأ العربية ربما لا يعرف شيئا عن الدين، ولكن السلوك هو اللغة العالمية التي يعرفها كل إنسان في كل لغة. فإذا ما أجدنا هذه اللغة العالمية من السلوك ابتدأ لنا معجبون، وبعد ذلك بعد المعجبين يقول ما الإسلام الذي صنع هؤلاء؟ يضطرون فيقرؤون، فإذا ما قرأوا عرفوا محاسن الإسلام، وعرفوا جمال الإسلام، وعرفوا أن الإسلام عظمته، وأن الإسلام الذين يتكتلون أمامه، كلما رأيت تكتلا أمام الإسلام فافهم أن الذين يتكتلون يفهمون قوة الإسلام، ولو لم يكونوا فاهمين لقوة الإسلام لما تكتلوا أمامه ذلك التكتل. كل القوة تتصارع ضد الإسلام، الملحدون ضد الإسلام. لماذا هذا التكاتل؟ لماذا لم يتفقوا على شيء إلا على حرب الإسلام؟ لأنهم عرفوا أن الإسلام إذا تيقظ كمبادئ وكمنهج وسلوك فلن يبقى لظلم دولة ولا لطغيان أمة. كل هذا هو الذي جعلهم يتكتلون. فحين نريد ذلك لا بد أن نحيي القيم أولا في نفوسنا، وأن نبشر بالإسلام في المسلمين أنفسهم، لنرسخ قواعد الإيمان والإسلام فيهم، ليكونوا نماذج صالحة، ليكونوا أسوة، بحيث حين يراهم العالم يلتفتون إليهم. ولا يجب أبدا أن نلفت الأذن إلى ما يشيعونه من أنه دين جمود ودين خمود. نقول لهم لا، لقد ساد الدنيا وساس العالم وصنع حضارة. إذا قارنتها بالحضارات التي غبرت في العالم وجدت حضارة الإسلام هي الحضارة الفزة الوحيدة التي تختلف مع ظواهر كل الحضارات. الحضارات التي جاءت في الدنيا، حضارة مصر القديمة، حضارة مثلا فارس، حضارة الرومان، حضارة اليونان، كل هذه الحضارات ظلت حضارات ما وجد لدولتها قوة، فلما ضعفت دولها زأرت قوة الحضارة المصرية إلى وادي النيل وتركت كل الانسياحات اللي كانت عملت. واليونان اللي تحت في الشرق والغرب وحضارة وإلى ماذا كان؟ بعد أن ضعفت دولة اليونان ماذا كان؟ زأرت في أثينا. ودولة الرومان بعد ما كانت لها حضارات وضعفت دولة الرومان ماذا كان؟ زأرت في روما. وحضارة الإسلام التي عمت الدنيا حينما ضعف المسلمون كدولة كأمة كإلى آخره ماذا صار؟ أخذوا معهم حضارتهم؟ لا، ظل القوم على قومياتهم والإسلام الذي أخذوه ظل دينهم. هاتوا لي حضارة انحسرت عن الدول التي استولت عليها ثم انحسرت معها مبادئها. لا يوجد إلا الإسلام انحسر عن هذه الدول وظلت مبادئه، ظلت قيمه، ظل القوم مسلمين. ولكن أي أمة أو أي حضارة من الحضارات حينما انزاحت عن بلد أخذت معها كل ما يتعلق بها وانطمس إلا الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام إذا خامرت بشاشته القلوب فليس من السهل على الإنسان أن يتركه. قد يكون غافلا عن بعض مناهجه، ولكنه حلاوة الإسلام تظل في نفسه. تجد إنسانا منحرفا، تجد إنسانا غير سوي في سلوكه الإسلامي، فإذا ما أهيج دينه بأي شيء فإنه يتنمر، وبعد ذلك ينفعل انفعال الورع، وربما كان الورع أقل انفعالا منه. لماذا؟ لأن فيه فرق بين ضعف النفس أمام السلوك الإسلامي وبين اختمار العقيدة في القلب. اختمار العقيدة في القلب هو ده النور اللي موجود عندنا. الخميرة سليمة، نواة الخلية سليمة، بعد ذلك كل ما يكون من سلوك ده أمر معوض. ولذلك تشاهد الناس الذين انحرفوا في أول حياتهم وأسرفوا على نفوسهم ماذا كان أمرهم نهاية؟ أمرهم النهاية بتاعته إيه؟ لم يجد إلا باب الله راحة، ولم يجد إلا الدين ملاذا، ولم يجد إلا كتاب الله شافيا. قرأنا لطه حسين ومواقفه من كثير من قضايا الدين أول حياته أيام غرور الإنسان بفكره، وبعد ذلك سمعنا له في آخر ندوة تلفزيونية حين سئل
أتسمع الإذاعة؟ فقال: أنا لا أستمع في الإذاعة إلا إلى المصحف المرتل. فكأن طه حسين بجلالة ثقافته وباتساع عبقريته لم يجد أخيرا إلا كتاب الله شافيا له. وأنا ألفتكم إلى أن تقرأوا ما جاء في صحيفة الأخبار اليوم من القصيدة التي كتبها أحمد رامي لتغنيها أم كلثوم، لتعرفوا كيف ذهبت كل هذه الأشياء وأصبح يرى في الرعد غناء. الرعد الذي يصك المسامح، أحمد رامي يقول إيه؟ إن الرعد عمال يسبح، الرعد اللي بيصك المسامح بيسبح. هذه جمال الكون، لأنه خلاص في نهاية الحياة ولم يبق له إلا تلك الواحة. فعلى الإنسان العاقل أن ينظر في تجارب من سبقه، وأن يأخذ التجارب بغايات ثمارها. حين يأخذ التجارب بغايات ثمارها يقوم مش ضروري أجرب زيهم بقى قال: آخذ الأمر من نهاية ما انتهوا إليه. فإذا كان الذين عاشوا في تأوهات الحب وتنهدات الصبابة وهيامات العشق انتهى أمرهم إلى أن يقولوا ذلك، وإلى أن يسبحوا الله الخالق، وإلى أن يقولوا إن قرآنك هو اللي على لساننا، إني كذا ساحة بيتك، يجب على الناس بقى أن يأخذوا عبرة من هذا، وأن يلتفتوا إلى غايات ما انتهى إليه الناس قبلهم، وأن لا يجربوا الحياة بداية، بل أشوف الناس انتهت تجاربها إلى إيه. فإذا ما انتهى الإنسان بالتجربة الإيمانية التي تشيع في نفوس الناس أخريات حياتهم وجعلها مستقبل، فقد وفر على نفسه كثيرا. وحين يوجد في الجيش هيئة أو جمعية تقوم لذلك التعبير الديني وخلق الوجدان الإيماني اليقيني، يكون قد اجتمع للجيش قوتان: قوة حجة اللسان وقوة حجة السنان. حين تجتمع هاتين القوتين له يبقى لا